السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا رسول الله. طبعا انا حبيت ان انا اصور معاكم الفيديو ده، اوريكم الانتاج بتاعي الجديد، واقول لكم على كام حاجة كده تعملوها للحمام اللي عنده طبعا حمام مربيه والحمام مش شغال او بقاله فترة مريح ومش ما بيبيضش. فانا هقول لكم على 3 حاجات ان شاء الله باذن الله هتخلوا الحمام بتاعكم على طول ينتج وعلى طول يبيض، وبصراحة مش هتلاحقوا على البيض بتاعه. طبعا الجوز ده ده جوز لسه كان طالع من بقاله حوالي 15 يوم، والجوز الكبير اللي هو دوت برضو حوالي 20 يوم. وكان في فردة مع الجوز اللي هو الصغير ده، انا نقلتهم دلوقتي في الناحية التانية. آه، طالع برضو انا طالع لي بسم الله ما شاء الله الله اكبر. انا كان عندي 6 جواز حمام، دولت عندي من بقالهم حوالي داخلين في 5 6 سنين. تمام. بيشتغل ويوقف شوية ويرجع يشتغل وبعد كده يريح شوية. المهم اما بلاقيه بيريح في حاجات بيخلي الحمام ما بيشتغلش معايا. ايه هو؟ اول حاجة الحبسة. يعني الحبس، انا عندي الحمام على طول ببقى بحطه في البياتة، لان انا عندي هنا في المنطقة الحمام بتاعي انا مش شغالاه طيران، انا مخليه ارضي. ليه؟ انا عندي كذا، اول ما اتجوزت وجبت الحمام انا عندي جاية ان انا احب اربي حمام وقطط. فالقطط اللي عندي كانت قطط شرازي، والحمام على طول كان حمام بلدي. فبصراحة اما جيت اتجوزت طبعا كانت احسن حاجة بالنسبة لي تربية الحمام، وافيد، وفي نفس الوقت هعرف ان انا ايه، همشي حالي معاها، وخصوصا في الحياة الجديدة اللي انا جيت ايه واقلمت نفسي معاها. انما القطط انا فعلا كنت بشتغل في القطط برضو، يعني ان انا كنت بربي قطط شرازي وكنت بكبرها وبيعها. السلالة بتاعت القطط اللي عندي كنت ببيعها. انما الحمام ما كانش، الحمام كان ينفع في اي جو انت بتعيشي فيه، انما القطط الجماعة اللي انا عايشة معاهم مش بيحبوا القطط قد كده ومش بيحبوا تربية القطط. فبالنسبة لي كان الموضوع بتاع القطط كان مش قد كده. انما الحمام والطيور والحاجات دي انا واخده الموضوع ده من والدتي، بتحب تربيه الطيور بالذات، تاسيس، يعني تحب تاسس الطيور من البدايه. فعشان كده خدت منها موضوع تربيه الطيور برضو. الحمام بقى، بصوا يا جماعة عشان تبقى انتوا النقطة دي واضحة عندكم. لو الحمام محبوس اكيد مش هيعرف ان هو يعني مش هينفع يحصل معاه موسم تزاوج او الكلام ده. ليه؟ اولا الحمام ما بينفعش في الاماكن المغلقة، او ما بينفعش يتحبس حريته. لا، عايز على طول مكان براح ممكن تحبسيه في الليل، وبعد كده بالنهار اول ما يطلع النهار تفتحي عليه وتسيبيه طول النهار يعيش مع نفسه كده على السطح. وبعد كده تبقي تبتدي بقى ان انت تحبسيه، ده لو انت مأخداه على وضع ايه، اللي هو الارضي. انما لو طيران طبعا معروف ان بيتعمل له برج او بيتعمل له نظام تقفيصات او الكلام دوت، وبيبقى ايه مباح لانه يروح ويرجع ويروح ويرجع. بس انا هنا اول ما اتجوزت الحمام بتاعي كان خايب شوية، كان اللي بيطير بصراحة ما بيرجعش. ممكن حمام من بره يجي يولف على حمام ويطيره معايا. فبصراحة انا خسرت على ما جيت ان انا ابتدي ان انا اربي وابتدي ان انا اتقن الموضوع دوت، خسرت يجي حوالي 3 جواز او 4 جواز. فانا بصراحة اللي شغالين عندي دلوقتي 6 جواز، 3 منهم شغال وبيطلع لي، و3 بيبقى بيجي وقت يريح وبعد كده يبيض وبعد كده البيض بتاعه بيفسد. فبصراحة الموضوع كان معايا في الفترة اللي فاتت دي كان صعب شوية. طبعا انا الحمام عشان لو هو مريح، احسن حاجة ممكن تعمليها معاه التوم او الفلفل او الخميرة. تمام. ال3 حاجات دول موجودين طبعا عندنا في كل بيوتنا الحاجات دي موجودة عندنا. فالثوم لو مثلا هتأكلي حمامك ذرة او عليقة اللي هي العلف،
ممكن تجيبي 3 فصوص توم كبار وتدقيهم وتخلطيهم على العلف، ما تحطهمش في الميه، لان كده كده الحمام مش بمجرد ما يشم ريحه الميه توم مش هيشربها. فيفضل ان انت تحطي له التوم مع مع العلف. الفلفل الحصى تحطه له برضو مع العلف. الخميره الفوريه برضو تحطها لهم مع العلف. كل الحاجات دي بتحمي يا جماعه الحمام وبتخليه على طول يبيض. دي حاجه. تاني حاجه، اللهم صل على النبي، الزغاليل ديت كان في عندي فردة بتبقى صغيرة وفردة بتبقى كبيرة. فانا بصراحة لما لقيت امهم وابوهم مش بيعتنوا بيهم، فانا قررت ان انا ابقى اخدهم كلهم واصغطهم بالذرة. ممكن ذرة ممكن فول، بس افضل حاجة الذرة الصفراء لان بتدي فوائد كتيرة للجسم وبتربي لحم. طبعا انتوا شايفين منظر الحمام بعد انا ما زغطته، بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعة عمر 20 يوم بالظبط، والتاني الصغير ده عمر 15 يوم. طبعا انا قلتلكوا على معلومات مفيدة، يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في لايك حلو وكومنت حلو واشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. مع الف سلامة، اشوفكم على خير في فيديو جديد.